النهارده شايف العمليات لسه مخلصين عملية مهمة جدا وجديدة. مريض عمل زرع قرنية متعدد قبل كده في أماكن مختلفة، وفي فقد كامل بالخلايا الجذعية في قرنية. في الظروف اللي زي كده بيكون في تقريبا فشل 100% في أي زرعة قرنية تانية. النهارده شايف العمليات لسه مخلصين عملية مهمة جدا وجديدة. مريض عمل زرع قرنية متعدد قبل كده في أماكن مختلفة، وفي فقد كامل بالخلايا الجذعية في قرنية. في الظروف اللي زي كده بيكون في تقريبا فشل 100% في أي زرعة قرنية تانية. الاختيارات بتبقى محددة قليلة، ما بيكونش قدامنا غير زرع قرنية صناعية. كمان هو كان ضغط العين عالي جدا، ودون بيؤثر شديدا على عصب العين، ممكن يؤدي إلى فقد في الرؤية. أنا وزميلي الدكتور فارس إسحاق اشتركنا مع بعض في إجراء العملية للمريض في زرع قرنية صناعية وزرع سموم لعلاج الجلوكوما في المريض. دكتور فارس، ممكن تكلمنا على القرنية الصناعية؟ تمام. القرنية الصناعية طبعا في منها أنواع كتيرة، لكن النوع اللي أخذ أكبر شهرة ونجاح هو البوستون كراتوبروستيزز، وهي دي العملية اسمها بوستون لأن اللي أنشأ الفكرة دي والديزاين بتاعها هي جامعة هارفارد بوستون ماساتشوستس ماس اي ام اي انفيرمري. والجهاز اسمه بوستون كراتوبروستيزز، في منه أشكال وأنواع، لكن هي أكثر عملية قرنية صناعية ناجحة منتشرة في العالم كله. وزي ما الدكتور هشام قال ان الحالات دي كتير بيبقى معاها جلوكوما، والقرنيه الصناعيه كمان بتزود احتماليه انها تزود ضغط العين موجوده، فبنعمل عمليه اسمها كومبو بروسيجر اللي بيبقى فيه بنزرع قرنيه صناعيه مع صمام، لان دي العمليه الاكثر نجاحا لضغط العين مع القرنيه الصناعيه ان احنا نزرع صمام. بالتالي العمليه بتحتاج استشاري قرنيه مع استشاري ميه زرقاء اثناء العمليه ومع متابعه المرضى. أحيانا ما بيكونش في أي اختيارات غير القرنية الصناعية، زي رفض القرنية المتعدد، عدم وجود أي خلايا جذعية على سطح القرنية، بعض الالتهابات المزمنة والالتهابات المناعية على القرنية اللي بتمنع زرع القرنية العادي، أو تؤدي في النهاية إلى نسبة فشل ممكن تقترب من 100%. بوستون كراتوبروستيزز بيدي أمل كبير قوي لفئة عريضة من الناس إن هي ترجع تاني تسترجع حياتها بإذن الله. شكرا لك دكتور، شكرا وبالشفاء إن شاء الله. ربنا يخليك.